والمرعب اكتر ان بعد زمن ابور بسنين قليلة فعلا حصل انهيار للدولة وتفكك اداري واختفاء ملوك كتير وحروب داخلية وفترة مظلمة في تاريخ مصر. يعني البردية كانت نذير شؤم او شهادة نهاية عصر كامل من الحضارة والعظمة. وفي سؤال تاني مهم برضو، وهو ليه البردية دي مش منتشرة وليه مش بتتدرس بشكل اوسع؟ وفي اجابات بتقول ببساطة لانها بتضرب صورة الاستقرار المطلق لمصر القديمة وبتكشف ان حتى اعظم حضارة في التاريخ ممكن تنهار في لحظة. ودي فكرة مخيفة لأي إمبراطورية سواء كانت قديمة أو حديثة، لأن إبور مش كان بيتكلم عن نهاية مصر بس، لكن كان بيقول إن مفيش حضارة محصنة تماما من السقوط، ولأن السقوط ممكن يحصل لأسباب مختلفة سواء فساد أو ظلم أو كوارث طبيعية أو غضب الطبيعة نفسها على البشر.